كنت زمان وانا صغيرة لما كانت ماما الله يرحمها تعمل البصارة، كنت اقعد اعيط علشان ريحتها. دلوقتي عايزة اقول لكم انا اللي بقيت اعملها بنفسي. ويا سلام بقى على الذكريات الجميلة، الله يرحمك يا امي. ب50 جنيه هتعملي احلى بصارة والطعم حكاية. اكتبولي في الكومنتات عندكم اولادكم كده كانوا بيغلبوكم وهم صغيرين. انا عن نفسي كنت بغلب امي دايما في الاكل، خاصة يعني في اكلات كتير ما كنتش بحبها، ولما كبرت انا بقيت اعملها بنفسي. انا منى صانعة محتوى، بحب اشارككم وصفات سهلة ولذيذة وروتين يومي بسيط ويشجع كل ست بيت. عندي افكار كتيرة نفسي اوصلها لكم، وحلمي نوصل ل100,000 مشترك، وبدعمكم ليا بإذن الله هوصل. ويا مساء الفل والأنوار عليكم يا حبيبات القلب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة هنعمل أكلة مصرية أصيلة اللي هي البصارة، طبعا كلنا متربيين عليها بتكات وحركات. اوعى وشك. والطريقة سهلة جدا، وفوق كل ده اقتصادية جدا. هتغدي أولادك أكلة مش هتكلفك 50 جنيه. ويلا بينا، وأهم من شغل تظبيط الشغل. جبت ب5 جنيه خضرة عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. يعني لو مش هتعرفي تقولي خضرة البصارة ايه اللي بيتحط فيها، فانت هتقولي له خضرة المحشي. دول ب5 جنيه. انا كنت مستكترة الكمية الصراحة، بس انا لما حطيت نص الكمية حسيت ان نص الكمية ما كانتش هتديني الطعم المظبوط اللي انا دايما متعودة عليه. وقبل طبعا ما اغسلها بفكها من الحزمة بتاعتها واشيل منها الاوراق اللي هي ملهاش لازمة، وانقعها زي ما انتوا شايفين، لان انا غسلتها بالمصفى وحسيت برضو ان هي ما اتغسلتش غسلة تمام. فنقعتها في شوية مية، وممكن تحطي معلقة خل وتسيبيها شوية. وبعدين هصفيها، وبعدين هجيب الفول المدشوش. نص كيلو فول مدشوش ب40 جنيه. وطبعا مش محتاج ان هو يتنقع لان هو بيستوى بسرعة. هغسله غسلة حلوة معتبرة زي ما انتوا شايفين، وانا ركنته هنا على جنب وخفت لحسن يغيب في السوا. وقلت املى الحلة مية من الفلتر. والسكينة دي بقى يعني عايزة اقول لكم، اكتبولي في الكومنتات اقول لكم سعرها كام. انا عملت الاكلة دي كلها ب50 جنيه، والسكينة دي كانت غالية شوية. انا السكاكين عندي كانت باظت، ولما رحت كارفور لقيتها الصراحة جبتها. وجبت دي كمان اللي هي المصفى، متهيألي 3/4 الناس جابتها الا انا. بس الصراحة جميلة جدا لانها بتساعدني ان انا اتخلص من المية اللي موجودة في قلب الخضار، سواء خضرة المحشي او الجرجير. وجميلة جدا. انا جبتها برضو مع السكينة. الحاجات دي كلفتني يعني الاكلة كلها عاملة 50 جنيه. المصفى والسكينة عملوا مبلغ. شايفين المية بعد ما صفيت الخضرة؟ وبعد كده هقطع الخضرة واسمي بسم الله. وطبعا عايزة اقول لكم ان هي حرفيا موس موس فعلا، يعني خلي بالكم منها. نوعها كان جميل ونضيف، وانا كان على فكرة كان نفسي اجيبها من زمان، برغم ان انا عندي طقم سكاكين كنت جايباه جديد، بس اي كلام برغم ان هو غالي. بس بيصدي بسرعة والسنون بتاعته مش حادة يعني ايه، تخليكي تنجزي في اسرع وقت. والسكينة حامية جدا، خلي بالكوا لو انت هتشتري سكينة مخصوص عشان تنجزي بيها الوقت. وقطعت الخضرة، وبعدين هحط حلة على النار، وطبعا من غير ما اغليها ولا اي حاجة هسيبها وهي باردة كده. هنزل بالفول المدشوش بعد ما غسلته وصفيته كويس. اكتبولي في الكومنتات لو عايزين تعرفوا سعر السكينة، لان انا مش هقدر اقول هنا في الفيديو، لان جوزي ساعتها لو سمعني وانا بقول سعر السكينة ممكن يطلقني فيها. يعني انا عاملة اكلة ب50 جنيه والسكينة والمصفى معديين. هنا حطيت 3 قرون فلفل اللي هو الفلفل الاسواني، لو مش موجود عادي. وحطيت بصلاية وفصين من الثوم، وحطيت هنا الكمون وبصل بودر
وفلفل اسود، وهكتب لكم البهارات على الشاشة، وتوم باودر، وكزبرة ناشفة، واهم تركاية اللي ودت البصارة في حتة تانية خالص، حبة هيل. الهيل اللي هو الحبهان المطحون، يعني حوالي يعني نص معلقة صغيرة من الشاي. وانا كنت حطيت فصين توم في الاول خالص. واهم حاجة الفراولاية دي اللي انا مبستغناش عنها في اي حاجة، ان انا بوارب بيها الغطا علشان ما يفرش ويبهدل الدنيا. وزي ما انتوا شايفين كده اخدت غلوة. هقلب كده واسمي بسم الله. زي ما انتوا شايفين الريحة مع التوابل واو، في حتة تانية خالص. هجس كده الفول، لا هو لسه عليه شوية. هرجع اقلب تاني بالشكل ده واغطي عليها وهدي النار، وبعدين هرجع اشوفها تاني. انا غليت شوية مية في الكتل، حوالي كوباية مية، لان الفول لسه ما استواش، وارجع اقلبه. عايزة اقول لكم حرفيا الوصفة دي ما اخدتش معايا 20 دقيقة، سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها تحفة. كده بعد ما عدت 20 دقيقة وهشوف ايه الاخبار. بسم الله. هي كده تمام، الفول بدأ يبقى مفكوك كده من بعضه. واخر حاجة هحط الخضرة. وملحوظة مهمة جدا جدا تحطيها في عين الاعتبار، لو عايزة البصارة تطلع لونها اخضر تحطي الخضرة في الاخر خالص وتطفي عليها. اوعي تخليها تغلي مع الفول، هيطلع لونها اصفر ومش هتديكي النتيجة اللي انت عايزاها. الوصفة دي انا معتمداها من زمان من امي الله يرحمها، ان الخضرة اخر حاجة بتتحط. وهنا هضرب بصلاية واحدة بس وفصين من الثوم، هضربهم في الخلاط. ضرب متوسط كده، ولا هو خشن ولا هو ناعم. ادي البصارة بعد ما نزلتها من على النار، وهضربها بالهاند بلندر اللي دفع فيه دم قلبي. لو انتي مستعجلة عليها ممكن تضربيها بالهاند بلندر لو متاح يعني، ولو مش متاح هتسيبيها تبرد حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة وتضربيها في الخلاط عادي زي ما كلنا متربيين ومتعودين من اهالينا. ونزلت بالزيت. وملحوظة مهمة جدا جدا، البصارة ما بتتعملش بسمنة يا جماعة، ابوس ايديكم، البصارة بتتعمل بالزيت. نزلت بشوية حلوين كده من الزيت، وهنزل بالبصل والثوم زي ما انتوا شايفين كده. انا من الناس اللي بتعشق ريحة البصل، ريحة البصل تجنن. وهفضل اقلب فيه لحد ما يتكرمل معايا بالشكل ده، ولا هو غامق قوي ولا هو فاتح، يعني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ودي كده البصارة بعد ما ضربتها. هقلب واسمي بسم الله. طبعا انا حاطه كل التوابل، اللي ناقصها بس حاجة واحدة اللي هي الملح. وهنزل كده بالملح، وانتي طبعا تقدري تظبطي الملح، كل واحدة بتقدر تظبط الملح بنفسها. وهقلب كده بشويش واسيبها على نار هادية. وبرضه هحط الفراولاية. وهنا بقى التركاية الخطيرة اللي بجد كان نفسي امي الله يرحمها تبقى عايشة عشان تحضر الفقرة دي. النعناع. طبعا البصل لما بيتحط على البصارة بيخليها طعمها تحفة، بس بيعمل حموضة وبيعمل مشاكل في المعدة. فانا جربت الوصفة دي اللي هي النعناع نحطه كده فوق الوش. عايزة اقولكوا بيوديها في حتة تانية خالص. وهحمره بالشكل ده، يعني مش هخلي لونه يغمق جامد، وهفضل كده احركه بايدي على طول علشان ما يتحرقش بسرعة. وهفتح هنا على البصارة، واول ما تغلي هقلبها بالشكل ده
علشان ما تلزقش والقعر يتلسع وهتبوظ لي الاكله. واهم حاجه طالما كله مستوي نوطي النار علشان مفيش حاجه تتحرق. وكده نزلت البصارة بعد ما اخدت حوالي 10 دقايق على النار، على نار هادية. هي يدوبك بس تاخد غلوة، كله يتسبك مع البصل والتوابل مع الملح، وهنسمي بسم الله وهنغرف اول طبق. وطبعا مش عايزة اقولكوا ان الريحة حرفيا قلبت ريحة البيت. التوابل مع الخضرة مع البصل والثوم ودوا البصارة في حتة تانية خالص. اكتبولي في الكومنتات انتوا بتعملوها كده ولا بتحطوا حاجة تانية. في ناس انا كنت بشوف في فيديوهات على اليوتيوب بيحطوا ملوخية علشان توصل لدرجة اللون دي. هنا ممكن تكون درجة اللونها اخضر فاتح، لا بس هي كان لونها تحفة. وهنيجي هنا بقى للفقرة الخطيرة، النعناع بعد ما حمرته حرفيا ودها في حتة تانية خالص. ومش هتندمي لو جربتي الوصفة دي، لانها طعمها لذيذ وفي نفس الوقت يعني مش هتخليكي تحطي بصل محمر ويعمل حموضة وصهد على الصدر ومشاكل ملهاش اي لازمة. شايفين الجمال والروعة؟ حاجة بسم الله ما شاء الله. نفسي كانت امي تبقى عايشة عشان اقول لها سامحيني لان انا كنت تعباكي معايا في موضوع البصارة. وهنيجي هنا بقى نجيب العيش البلدي اللي هو بقى ايه طالع من الفرن طازة، وهنسمي بسم الله وندوق ونشوف الجمال وايه الاخبار. بسم الله. واو واو، الطعم تحفة حقيقي. الطعم جميل جدا، كل حاجة عاملة تيست عالي قوي قوي قوي. الخضرة اللي انا استكترتها في الاول مع التوابل وديتها في حتة تانية خالص. بجد مش هتندموا لو جربتوا الوصفة دي. انا بشكر كل الناس اللي بتتابعني، انا بحبكم قوي بجد، فرحتوا قلبي. لايك وشير واشتراك في القناة، وانا لسه ما وصلتش للتحدي 100,000.